أنتِ على طول جسمِك تعبان ومرهقة وعملتِ كل التحاليل وكل تحاليلِك تمام، بس أنتِ من جوّه حاسة إن أنتِ تعبانة وفي حاجة غلط، على طول مرهقة، تعبانة، صداع مستمر، حبوب في بشرتِك وشعرِك بيُقع، ومهما نمتِ بتصحي كأنِك ما نمتيش، وعندِك أرق، عندِك حاجات كتير جدًا علامات بتقول إن أنتِ مش كويسة، بس أنتِ تحاليلِك كويسة. brain fog في مشكلة عندِك في التركيز، في الذاكرة، خاصةً البنات اللي لسه في الجامعة أو اللي ساكنين في سكن برّه، لازم ياخدوا بالهم من النقطة دي كويس جدًا. يا جماعة في بنات بشرتها متدمرة من الحبوب، جربت كل الحاجات بتاعة الحبوب ما فيش أي حاجة بتجيب معاها أي نتيجة، لأن الحبوب دي حبوب فطرية مش حبوب بكتيرية. أنتِ عندِك المنظر ده في البيت، فدي حاجة اسمها mold toxicity. لو لقيتِ المنظر ده سواء في الحمام بتاعِك، في بيتِك، في أي ركن في البيت، لازم تتخلصي منه فورًا، ولو لزم الأمر تنقلي من البيت كله أصلًا، لأن الموضوع فعلًا أخطر مما تتخيلوا. لازم تهوي المكان اللي أنتِ قاعدة فيه كويس جدًا، لازم الشمس تدخله كل يوم. عدم وجود الشمس وقلة التهوية في البيت بتخلي المولد ده يزيد بشكل مش طبيعي. خلوا بالكم يا جماعة علشان هو بيأثر على الأطفال كمان.